السلام الأبطال، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال، نتمنى أنكم بديتوا كترتاحوا نفسانيًا وتبداو أنكم تستعدوا للدورة الاستدراكية بشكل يكون إيجابي، لأنها فرصتكم الثانية التي لا تعوّض، اللي بغا يستغلها راه غادي يستغلها، واللي بغا يتقاتل عليها راه غادي يتقاتل عليها، واللي بغا ينجح راه سواء الدورة العادية والدورة الاستدراكية راه لا فرق بهم. أيضًا غادي نخلي لكم الرقم ديال الواتساب اللي بغا أنه يتواصل معنا ويدخل المجموعة باش أنه يستافد من الدروس ديال الدورة الاستدراكية بشكل مركز، وغادي نخدم معكم النقط اللي ممكن أنهم يتحطوا بواحد النسبة كبيرة، غادي نخدم معكم جميع المنهجيات ونوري لكم الاخطاء اللي ممكن انكم ما تطيحوش فيها في الامتحان، باش ان شاء الله انكم تجيبوا النقاط ديالكم اللي تكون انها زوينه، واكثر من ذلك انكم تنجحوا يعني بنقاط اللي تكون مشرفه. فحاولوا تواصلوا معنا واستغلوا الفرصه قبل ما انني ننسد المجموعه. قلت الابطال بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي نعطيكم يعني الاحتمالات ديال ماده الفلسفه. كما شفتوا ماده الفلسفه يعني في الدوره العاديه سواء الاداب او العلوم الانسانيه هي تحطات في المتناول. كاين اللي ما كانش مراجع، وكاين اللي ما كانش فاهم المنهجيه، وكاين اللي كان دار اخطاء لانه ماشي بالاراده ديالو وغلط لاسباب يعني خارجه على الاراده ديالو. فبالنسبه للفلسفه يعني في الدوره الاستدراكيه واش ممكن يتحط الوضع البشري؟ نعم، علاش؟ لاننا عندنا ثلاثه ديال المجزوءات والوضع البشري فهي من ضمنها، فما يمكنش انه يخرجوا الاطار على مجزوءات الوضع البشري سواء الاداب او العلوم الانسانيه فيركزوا عليها بشكل ايجابي. فمثلا انا عندي دابا الدوره الاستدراكيه ما غادي نخسر والو، شنو خصني ندير؟ خصني انني نضبط مجزوءات الوضع البشري بكل ما فيها، لانه ممنوع الخطا، لانه الخطا اللي درت انا في الدوره العاديه ما خصوش يتعاود في الدوره الاستدراكيه. نشوف مثلا يعني بحال الاداب يعني تحط لهم يعني التاريخ، والعلوم الانسانيه تحط لهم مفهوم الغير، فنحاول انني نركز على المفاهيم الاخرى اللي ما تحطوش ولكن بدون اغفال المفاهيم اللي تحطوا. مثلا بحال الاداب غادي يشوف انه تحطوا التاريخ غادي يقول لك لا ما يبقاش يتحط، ممكن يتحط لك في القوله والسؤال. او مثلا العلوم الانسانيه قال لك تحط لهم الغير، قال لك لا ما غاديش تعاود الحط، ممكن يتحط لك يعني كذلك في السؤال والقوله. فلذلك ان مجزر الوضع البشري بغيت نضبطها كامله، نحاول ان نفهمها كامله ونراجعها كامله وناكلها كامله. يعني نحاول نزيد في هذيك المراجعه اللي راجعت انا في الدوره العاديه، نحاول نزيد عليها المراجعه، نحاول نزيد الفلاسفه، نحاول نزيد المفاهيم، نحاول نضبط يعني مقدمه تكون زوينه، نحاول نعرف كيفاش كندير المفارقه، كيفاش كندير التساؤلات، نعرف كل شيء لانني ممكن انني نخدم به يعني في هذا المجال. نعرف كيفاش ندير يعني اطروحات جاهزه ديال القول والسؤال، نعرف كيفاش نصيغ المفاهيم، نعرف كيفاش نجيب الحجج، نعرف كيفاش ندير قيمه الاطروحه والحدود ديالها. يعني نحاول نخدم اي حاجه اللي ممكن تعاونني في هذا المجال، لانني خصني نولي نفكر 17 18 19، خصني انني ما ننزلش عليها في هذه الماده هذه. وراه سهله وبسيطه يعني الا تبعتوا معنا الدروس وحاولتوا ان تخدموا معنا يعني من الاول ان شاء الله في الدوره الاستدراكيه غادي تجيبوا ان شاء الله نقاط اللي تكون مشرفه. فاش كنراجع انا مجزوءات الوضع البشري كامله، مفهوم الشخص والغير والتاريخ بالمحاور ديالو، بالمفاهيم ديالو، بالفلاسفه ديالو، بالاشكاليات ديالو، بالخلاصات ديالو، بكل شيء اللي فيه، نحاول من وراها نزيد مفهوم الدوله. ما فيها باس نحاول نفهم غير مفهوم الدوله ونضبطو ونعرف ان شنو فيه، لان مفهوم الدوله كيكون مهم كاحتياط نديه معاه. ونضبط كذلك المنهجيات، نعطي نكتب مقدمه ديالي تكون واعره ديال الوضع البشري، نحاول نعطي فيها افكار اللي تكون زوينه، نحاول نخلي البلاصه فين ندير يعني التقديم ديال الوضع البشري، ندير التقديم يعني ديال المفهوم، ندير تحديد القضيه بشكل اللي زوين، ندير تحديد يعني المفارقه، ندير تحديد الاسئله، ونعرف ايضا يعني بالنسبه يعني التحليل ديال المنهجيه كيفاش كيتخزن في النص والقول والسؤال، ونعرف الاخطاء ديالي اللي ما خصنيش انني ندير في الامتحان، ونعرف كذلك يعني شنو خصني انني ندير في الاطروحه في النص والقول والسؤال، شنو خصني ندير في المفاهيم، شنو خصني ندير في الحجج والفرق بيناتهم. كذلك فاش كنمشي للمناقشه نعرف كيفاش كندير قيمه الاطروحه وكيفاش نكتبها بشكل يكون سهل وبلا ما نتعذب فيه. نعرف كذلك كيفاش انني نكتب يعني الحدود، نعرف كيفاش نوظف الفلاسفه اللي كنكون حافظ وما يتخربقوش ليا. ايضا الخاتمه والجانب المنهجي وسلامه الخط والوضوح هادشي كامل خصني نخدم فيه. يعني هاد النقاط اللي قلت انا دابا في هذا الفيديو خصهم انهم نتوما تستوعبوهم وانكم تردوا لهم البال باش انكم في الامتحان الوطني الابطال، باش في الامتحان ديال الدوره الاستدراكيه ما ديروش اخطاء اللي درتوهم في الدوره العاديه. ونتمنى لكم التوفيق.